ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو النهارده. هكلمكم عن اهم 5 فيتامينات لازم تاخدوهم علشان تحافظوا على حياتكم الصحيه. لان اول حاجه هيحسن لكم المزاج، هيخلي دايما مزاجكم حلو، مش هيكون في لخبطه في الهرمونات، هيكون مزاجكم حلو. هيحسن عندكم المناعه عندكم هتكون قويه جدا، مش هيكون في اي ميكروبات تخش الجسم وتخترق الجسم وتسبب لكم اي امراض. ان هو بيديكم نوم عميق، هيخليكم تناموا نوم عميق، وده طبعا هيحسن لكم الهضم، وهيحسن لكم حاجات كتيره، هيحسن لكم الاستشفاء في العضلات، هيحسن معاكم حاجات كتيره جدا. يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، هيساعدك ان لو في مشاكل عندكم في الاسنان تتحل، بيحسن من صحه الاسنان. واخر نوع واهم نوع لازم تمشوا عليه، وهو في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا كتير عن زيادة الوزن، واتكلمنا ازاي نخس او ازاي نزيد، وازاي نتمرن ونعمل وجبات للتضخيم. في الفيديو ده هتكلم معاكم عن حاجة مهمة جدا، ناس كتير مش بتكون فاهمة ايه هي الفيتامينات وايه هي العناصر اللي لازم تاخدوها علشان تساعدكم وانتوا بتضخموا وزنكم، او انتوا بتخسوا، او انتوا بتعيشوا حياة صحية على العموم. طيب ايه هي الفيتامينات؟ لازم قبل ما نبدأ تعرفي او تعرف ايه هي الفيتامينات. الفيتامينات دي وظيفتها في الجسم بتعوض الجسم عن الفيتامينات اللي انتوا مش بتعرفوا تاخدوها لما بتكونوا عاملين نظام غذائي للتنشيف او للتضخيم. طيب وظيفة الفيتامينات ايه في الجسم؟ وظيفة الفيتامينات ان هي بتوصل الغذاء للعضلات والاعضاء اللي موجودة في الجسم، سواء الشعر، سواء البشرة، سواء العضلات، سواء الدهون، اي اعضاء في الجسم الفيتامينات بتوصل لها الغذاء بتاعها. وفي الفيديو بتاع النهارده جهزت لكم اهم 5 فيتامينات ممكن تاخدوهم علشان يساعدوكم في الموضوع ده، وهيفرقوا معاكم كتير جدا جدا، بالذات لو انت بتحاولي تنشفي وعندك مشاكل في البشرة، بالذات لو انتوا عندكم مشاكل في الشعر، بالذات لو انتوا عندكم هبوط مفيش طاقة انكم تقدروا تتمرنوا. صدقوني يا جماعة ال5 فيتامينات دول مهمين جدا، ما ينفعش حد يكون عايش اصلا من غير ما ياخدهم، لان مهما تعملوا اي حاجة ومهما تاكلوا مش هتدخلوا احتياجكم اليومي من الفيتامينات دي، فلازم تاخدوها. الفيتامينات دي موجودة في الصيدلية، لازم تاخدوها وتمشوا عليها. مش هطول عليكم، يلا بينا اعرفكم ايه اول فيتامين لازم تمشوا عليه. واول مكمل هبدا بيه هو اقوى واحد فيهم، وهو الزنك. الزنك مهم جدا في اول حاجه انتاج هرمون التستوستيرون، تظبيط الهرمونات عند البنات. لو انت عندك مشاكل في البشره هيظبط لك المشاكل اللي في البشره، لو انت عندك مشاكل في شعرك هيظبط لك المشاكل اللي في شعرك، هيديكي استرخاء علشان تنامي كويس، هيعالج لك الجروح اللي موجوده في جسمك، ولو في اي حب شباب هيعالجه لك. تظبيط الزنك في الجسم هيحسن لكم حاجات كتيره في جسمكم انتوا ما كنتوش واخدين بالكم منها، زي كل اللي انا قلته ده، وهتلاقوا حاجات تانية كتيره جدا بتتحسن. طيب الزنك يتاخد امتى؟ الزنك بيتاخد بعد اي وجبه فيها بروتين، ممكن يتاخد بعد الفطار، والجرعه الموصي بيها لو انت شخص مش بيتمرن، او لو انت شخص مش بيتمرن ممكن تاخده 25 مللي جرام، ولكن لو انتوا بتعملوا رياضه سواء في البيت او سواء في الجيم ممكن توصل معاكم الجرعه ل 50 مللي جرام في اليوم. تاني نوع هتكلم فيه وهو فيتامين د. فيتامين د مهم جدا لكل الرياضيين ولكل حد بيحاول يعيش حياه صحيه، لان اول حاجه هيحسن لكم المزاج، هيخلي دايما مزاجكم حلو، مش هيكون في لخبطه في الهرمونات، هيكون مزاجكم حلو. تاني حاجه هيحسن عندكم المناعه عندكم هتكون قويه جدا، مش هيكون في اي ميكروبات تخش الجسم وتخترق الجسم وتسبب لكم اي امراض او اي تعب. تالت حاجه هيحسن عندكم البشره، ويحسن عندكم برضو الشعر، وهيحسن حاجات كتيره جدا منها الاستشفاء برضو في التمرين. فيتامين د بيجي من الشمس، ولو انتوا كمان مش بتصحوا دايما بتناموا في فترات الصبح والشمس مش بتشوفكم، فضروري جدا انكم تاخدوا فيتامين د، لان فيتامين د مهم جدا 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 لو انت عايزين تعيشوا حياه صحيه. ومن الحاجات المهمه برضو اللي بيعملها فيتامين د اللي هو بيساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، هيساعدك ان لو في مشاكل عندكم في الاسنان تتحل، بيحسن من صحه الاسنان. ومن الحاجات المهمه برضو اللي بيعملها فيتامين د اللي هو بيساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، هيساعدك ان لو في مشاكل عندكم في الاسنان تتحل، بيحسن من صحه الاسنان. الجرعه اللي ممكن تاخدوها وهتكون امنه جرعه 1000 ممكن في اليوم، ويفضل تاخدوا فيتامين د في وجبه الفطار، ويكون فيها وجبه غنيه بالدهون، لان اول حاجه هو بيذوب في الدهون، فلازم تاخدوا الفيتامين د مع وجبه فيها دهون كتيره، زي مثلا صفار البيض، زي مثلا وجبه فيها مكسرات، ويفضل يكون ده في وجبه الفطار.
تالت نوع هتكلم فيه وهو المغنيسيوم. المغنيسيوم مهم جدا، والمغنيسيوم فيه انواع كتير، والاهم فيهم اللي احنا لازم نكون ماشيين عليه هو مغنيسيوم ستريت. النوع ده من المغنيسيوم هيقلل عندكم التشنجات لو انتوا بتتمرنوا او لو بتعملوا اي مجهود في البيت او في الجيم، هيقلل عندكم ان يحصل لكم شد عضلي، لان المغنيسيوم مهم جدا في تظبيط الاملاح في الجسم، هيظبط لكم الاملاح، فبالتالي مش هيكون في عندكم تشنجات او شد عضلي. ومن الحاجات المهمه اللي بيعملها المغنيسيوم ان هو بيديكم نوم عميق، هيخليكم تناموا نوم عميق، وده طبعا هيحسن لكم الهضم، وهيحسن لكم حاجات كتيره، هيحسن لكم الاستشفاء في العضلات، هيحسن معاكم حاجات كتيره جدا. ومن ضمن الحاجات برضو اللي بيعملها ان دايما هيكون عندكم طاقه، وهيحسن لكم الاعصاب، وانتاج الطاقه عندكم هيكون بشكل كبير جدا. والمغنيسيوم الجرعه اللي انتوا تاخدوها في اليوم من 300 مللي جرام الى 400 مللي جرام يوميا. ورابع فيتامين هو اوميجا 3. مش هنتكلم كتير على اوميجا 3 لان اغلبيتكم عارفين اوميجا 3 بتعمل ايه في الجسم، اكيد خدتوه قبل كده لما حصل لكم اي مشاكل واتوصف لكم انكم تاخدوا اوميجا 3، زي مثلا انه بيحسن المزاج، بيحسن النوم، بيحسن عندكم الطاقه، بيحسن عندكم البناء العضلي وحرق الدهون. الاوميجا 3 مهم جدا، بالذات لو انتوا شغلكم فيه جهد كتير ومحتاج تركيز. اوميجا 3 هتكون الحاجه الوحيده اللي هتساعدكم في الحوار ده. تاخدوه امتى؟ الافضل انكم تاخدوه قبل النوم علشان يحسن عندكم الاسترخاء وتناموا نوم عميق. والجرعه اللي انتم ممكن تاخدوها من الاوميجا 3 من 1000 الى 3000 مللي جرام، والافضل انكم تاخدوها مع الوجبات الاساسيه، يعني وجبه الغداء او وجبه العشاء، ويكون في نص الوجبه حبايه، ده هيكون افضل وقت تاخدوا فيه الاوميجا 3. واخر نوع واهم نوع لازم تمشوا عليه وهو المالتي فيتامينز. ايه هو المالتي فيتامينز؟ المالتي فيتامينز ده بيكون مجمع لفيتامينات كتيره جدا جسمك ما بيعرفش يعوضها من الاكل. لو انتوا عاملين نظام للتضخيم او عاملين نظام للتنشيف او مش عاملين نظام، فاكيد انتوا مش بتاخدوا احتياجكم من المالتي فيتامين. المالتي فيتامين بيجمع لك كل الفيتامينات اللي جسمك محتاجها وناقصه عندك في الوجبات، فلما تاخد كل يوم حبايه من المالتي فيتامين هيعوض لك نقص الفيتامينات اللي انت ما بتاخدهاش من الاكل، هيحسن عندك حاجات كتير، هيدعم عندكم الطاقه، والمناعه عندكم هتكون قويه جدا، مش هتستقبل اي امراض، خصوصا لو الاكل عندكم مش متوازن او انتم مش ماشيين على اكل كامل العناصر الغذائيه. الافضل انكم تاخدوه حبايه واحده بس في اليوم من اي نوع ممكن تاخدوه من في المالتي فيتامين موجود كتير في الصيدليات. الافضل انكم تاخدوه مع وجبه الفطار حبايه واحده بس بعد الفطار. بس كده يا جماعه، ودي كانت حلقه النهارده. ما تنسوش تشوفوا الحلقات اللي فاتت واستنوا الحلقات اللي جايه، لان كل يوم بعمل لكم فيديو مهم للحياه الصحيه عن التدريب والتغذيه وكل حاجه بتخص الجسم. ولو عايزين تكونوا معايا في التدريب الاونلاين وتوصلوا للجسم اللي انتوا بتحلموا بيه، هسيب لكم رقم التواصل تحت في الوصف، خشوا كلموني ويلا بينا نعمل احسن شكل ممكن توصلوا له من غير تعب ومن غير مجهود. انا كابتن عزو، مدرب معتمد من نقابه المهن الرياضيه، وعندي الجيم بتاعي بقالي اكتر من 10 سنين. سلام.